عايزك تكون زعلان او مش عايزك تكون متضايق، لان كده كده انت بتلاعب اقوى 6 فرق في الدوري. ال6 فرق دولت وارد جدا ان انت تتعادل، ووارد جدا ان انت تتغلب. النادي الاهلي زي ما شفنا وهنتكلم في الفيديو ده عن المواضيع دي كلها بالتفصيل، انهزم امبارح 3-0 من بيراميدز في فضيحه وصدمه لكل جماهير النادي الاهلي. وخلينا بقى نقفل الخبر ده ونخش على خبرنا التالي. جولة مرعبة من جولات الدوري، تعادل مثير للشفقة لنادي الزمالك في بداية، خاصة في بداية المباراة، وهزيمة متكررة من النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز في فضيحة يا جماعة. حرفيا النادي الأهلي اتغلب الدور الأولاني 2-0 بحكام أجانب من نادي بيراميدز، واتهزم 3-0 في الدور الثاني برضو بحكام أجانب. النادي الأهلي تلقى 5 أهداف من فريق بيراميدز. وعايز اقول لك لما ناس بتيجي تسالني تقول لي هو ايه سبب ان النادي الاهلي بينهزم او هو طالع بالمستوى ده، عايز اقول لك ان النادي الاهلي خلال ال3 سنين اللي فاتوا او ال3-4 سنين بدا يستنسخ تجربه مرتضى منصور. لو نفتكر اول ما بيجي كان بيمشي 10 لعيبه ويجيب 11، يمشي 13 ويجيب 14، يمشي 15 ويجيب 16. كل الكلام ده يا جماعه لن يخلق استقرار فني داخل الفريق، في حين ان انت تعالى بص تجربه الزمالك اللي ارغم عليها في 22 وفي 21 لما نادي الزمالك اتوقف له القيد وما كانش قادر يشتري لعيبه، وفي نفس الوقت مش قادر ان هو يفرط في اللعيبه اللي عنده، واعتمد بقى على الناس القدامى. كان مسمينه فريق العواجيز، كان في عبد الشافي ساعتها وكان في شيكابالا. فريق العواجيز دوت قدر ان هو ياخد الدوري في نسختين متتاليتين بالفرقه اللي موجوده ديت. وده ليه بقى؟ لان الاستقرار الفني يا جماعه اهم بكتير من ان انا اقعد اغير لعيبه. انت عقبال ما تجيب اللعيب ويستقر ويبتدي ان هو يتعامل مع الفريق ويبتدي ياخد على الفريق ويفهم ده ويفهم ده ويفهم ده، فانت بتخلق نوع من انواع الاستقرار الفني، وده اهم ترابط اللعيبه واستقرارهم الفني مع بعض، بقى ياكلوا ويشربوا سوا ويفهموا بعض ويتفسحوا سوا ويروحوا وييجوا. كل ده بيخلق استقرار يا جماعه جوه الملعب وبره الملعب بين اللعيبه وبين بعضها. ولكن النادي الاهلي افتقد الكلام ده خالص، هو عمال يجيب قطع بيحطها جنب بعض، وده لن يخلق فريق قوي. فانت بالتالي بتبص تلاقي نفسك بتلعب قدام اي فريق ومفيش اي ترابط ما بين الفرق وبين بعضها، ولا فنيا ولا نفسيا هم كمان مع بعض. يعني هو كل واحد بيبص الكره للتاني وهو عينه فيها، فبتبص تلاقي في الاخر المحصله 0.